مساء الخير، فيديو جديد بلوري كلير ومراجعة الموسم الأول، والمرة دي هي الحلقة السابعة. في الأول يا ريت لو الفيديوهات عجباك تعمل لايك وسبسكرايب على الفيسبوك واليوتيوب. خلينا نبتدي باسم الحلقة وهو Attack from the Deep أو هجوم من الأعماق، والاسم الياباني بتاعه هو The Sea God Leviathan. ولافايثن ده قصة كبيرة قوي قوي قوي، نبقى نتكلم عليها في فيديو لوحده. المهم ان ده اسم التنين اللي هو ميكو بيلعب بيه. خلينا نبتدي بان جوي الاول فخور بنفسه ان هو كسب النجمتين، وقاعدين بيتكلموا عن الموضوع ده، وبعدين جوي بيبتدي ياخد باله ان هو جعان، فبيقول ان هو جعان مش عارف يعمل ايه، المفروض ياكله، هياكله ازاي؟ فبيقعدوا يتكلموا يقولوا ده احنا ما شفناش اي اماكن بتعمل اكل هنا. وبعدين تيا بتمسك كده زي برشور او بتقرا برشور بتقول ان هو مكتوب ان البطوله مش هتجيب اكل للناس المتسابقين. فيوجي بيقول والله، طب ده احنا كده هنقعد يومين، مش هينفع نقعد كل ده من غير اكل، نعمل ايه؟ فتريستان بيقول لهم انا عملت حسابي، وبيطلع كتاب كده اسمه سرفايفل جايد. الكلمه مكتوبه في الياباني بس اتشالت من النسخه الامريكي، ما بقاش الكلام مكتوب. وبيقول هنا ان في كل انواع البيريز او الثمرات اللي ممكن ناكلها، البيري، ستروبيري، الفراوله، الفواكه دي يعني الصغيره. ما حدش انبسط او اهتم بالموضوع، بس بدأوا يشموا ريحة كده اكل حلو، فبيقولوا هو احنا بنهلوس ولا ايه؟ بيبصوا كده من فوق زي تلة كده او تبة، فبيلاقوا سمك تحت، فبيقولوا ايه ده مش معقول، وبدأوا ينزلوا. فتايه بتقول لهم لا يا جماعة ما تعملوش كده، فطنشوها خالص وهياكلوا. قبل ما ياكلوا في حد طلع اللي هو ميكو، قال لهم يا حرامية السمك يا مش عارف ايه، ازاي تاكلوا السمك بتاعي؟ هما بيتكلموا بيه كده شوية مية جامدة كده، فالراجل ما بيبقاش ظاهر، فبيقول طب ناكل دلوقتي ولا ايه؟ فبيطلع لهم تاني. يوجي بيقعد يهديه، وبعدين بيشوف اسمه ان هو اسمه ميكو تسونامي، اللي هو بالياباني كاجيكي ريوتا. فهنا يوجي بياخد باله ان ده المفروض يعني ان هو لاعب بقى شاطر ومعروف ومحترف. وبعدين في الياباني بيقول ان ده كان الرانك بتاعه هو الثالث في الناشونال تشامبيونشيب، في البطولة الوطنية مثلا، مش عارف. وبعد كده هو بيسألهم انتوا مين، وبيقول ان انا مش شخص غريب يعني زي ما جوي كان بيقول عليه. وبعد كده وهو واقف بيبان على راسه اخطبوط، فهي بتضحك فتقول له اخطبوط ها ها ها. فبيمسك الاخطبوط يرميه في الميه، واضح ان الدنيا بدأت تفك بينهم شويه كده. بعد كده بقى بدأوا يتكلموا، فميكو مش مصدق ان تريستان وجوي دول فيوجي بيقول له انا يوجي، فالتاني بينبسط قوي ان ده هو اللي كسب كايبا، ويقول لهم تعالوا اقعدوا معايا وكلوا. فبتبقى حاجة لطيفة كده وخلاص، وبيقعدوا كلهم مع بعض ويقعدوا ياكلوا مع ميكو. وهما بياكلوا بقى، ميكو بيقول لهم ان ابوه هو اللي علمه ازاي يصطاد ويطبخ السمك، وان هو داخل المسابقة عشان يعرف يجيب القارب بتاعه بقى، هو نفسه يشتري قارب، وده بقى هيبقى الطريقة اللي هيعمل بيها كده. في النسخة الياباني بيقول ان هو نفسه يمسك سمكة محدش مسكها قبل كده، واضح ان هي نوع معين. فيوجي بيقول له طب انت هتشتري قارب كده؟ فبيقول له هو محتاج يجيب قارب احسن عشان يعرف يوصل للهدف بتاعه. واول ما يوجي بقى بيبتدي يمشي، فالتاني بيقوم رامي السهم بتاعه بتاع الصيادين ده، ويقول له استنى انا اكلتكم، اقل حاجه تعملوها هو ان انتوا تلعبوا معايا. وطبعا هو يقصد واحد بس اللي يلعب معايا، ما كانش لسه في بقى ان انتوا تلعبوا معايا كلكم. جوي بيقول له ايه يا عم اللي انت بتعمله ده؟ فبيقول له انا صياد ماهر وعرفت اوقعكم في شباكي، ها ها ها، حاجه كده. طبعا احنا عارفين اللي هيحصل، يلا نلعب يا يوجي. يوجي بيشتغل كده، بيتحول يامي يوجي، ويبتدوا الماتش على طول عشان نختصر يعني. الارض اللي بيلعبوا فيها نصها ارض ونصها ميه، فطبعا ميكو عنده ادفانتج لانه ورقه كله ورق بحر. ميكو بيلعب كارت، بس الكارت مش باين، مش واضح ايه الكارت اللي بيلعبه ده. فيوجي بيبص عنده ما فيش اي بيانات ظاهره على الجهاز اللي بيلعب عليه ده، المفروض ان هو يبين الجهاز اللي قدامه. فميكو قال له بقى البحر ياما بيخبي يا ابني، وفي حاجات كتير مستخبيه، فانت مش هتعرف تشوف الوحش بتاعي من الاخر يعني. بداوا يلعبوا بقى، كل واحد بيلعب وحش، يهاجموا على بعض. الماتش العادي يعني اللي احنا ممكن نكون شفناه في الحلقه، مفيهوش اي اختلاف بين الياباني لغايه دلوقتي وبين الانجليزي. يوجي يعني مش عارف يهاجم، فبيحط وحوشه في الدفاع، يحاول يعني يدافع عن نفسه طالما مش عارف ايه الحاجات اللي مش شايف وحوش اللي قدامه اساسا. وبيلعب بقى كارت السبيل فول مون او القمر بقى الكامل، اللي احنا طبعا عارفين اللي حصل. طبعا هو خد تهزيق بعد كده، طول حياته 20 سنه بيتهزق على الكارت اللي لعبه ده. المفروض ان هو لعبه عشان يزود الاتاك بتاع سيلفر فانج بتاعه. التاني بيضحك بقى وبيقول له القمر ده خلى موجة البحر تزيد، فانا ممكن العب وحش زيادة من عندي ونزل وحش. ما حدش فاهم طبعا ايه الكلام ده معناه ايه. وبيقول له ان الهجوم اللي عمله بتاع الليفايتن بتاعه ده خلى 95% من الارض ميه، فيوجي مش هيعرف يحط كروت تاني. مره واحده كده ميكو قلب ان هو بيتكلم على ابوه، ازاي ان ابوه كان صياد قوي بس محدش اكبر من البحر، وان هو طلع في مره في مركب وبعد كده ما لقوهوش تاني، فقدوه.
وازاي ان هما كانوا بيخرجوا سوا وهم صغيرين وابوه كان بياخدوا البحر، وان في يوم من الايام الهواء العادي او الموجة العادية بقت موجة قوية جدا مش عارفين يسيطروا عليها، فابو ميكو ربطه في القارب يعني، والمية جت خدته وطيرته بعد كده، وهو مقتنع ان ابوه لسه عايش لغاية دلوقتي. عشان كده هو عايز يشتري قارب جديد يعرف يلف بيه بقى البحر لغاية ما يلاقي ابوه. بس في النسخة الياباني، عشان دي قصة ملهاش أي معنى، في النسخة الياباني قال إن أبوه خلاص مش هيعرفوا يلاقوه أو مش لاقيينه، وإن هو هيحل محل أبوه بإن هو يبقى أحسن صياد موجود، وهو بقى اللي يواجه البحر بعد كده. ودي حاجة يعني منطقية أكتر شوية، إن هو يلف البحر كله يدور على أبوه. هنا بقى الجزء طبعا اللي كلنا فاكرينه، يوجي بيلعب الوحش بتاع الجاينت ستون ده، وبعدين التاني بيلعب برضو وحش تاني ويقول له انت مش هتعرف تهاجم على حاجه، فيجي يقول له لا انا مش عايز اهاجم على الوحش بتاعك، انا ههاجم على القمر اللي انا كنت عامله، وبيدمر القمر زي ما احنا طبعا كلنا فاكرين المشهد ده. وطبعا لما القمر اتدمر هو كده هاجم على كارت السحر ودمره، ولما القمر اتدمر دلوقتي الميه رجعت مره تانية، وبعد كده لعب كيرس اوف دراجون والبيرنينج لاند كارت السحر اللي هو بيحرق الارض ده، ودمر كل الوحوش اللي على الارض ونقصوا كل النقط الاساسيه وكسب. يعني من الاخر برضه هو ده تقريبا كان النظام بتاعهم، ان هم بيلعبوا كده ولما يجي يخلص الحلقه خلاص كده يخلص كل حاجه، دمر كارت السحر وحرق الارض وكسب. بس بقى بيتكلموا، ميكو متضايق شويه، انا خسرت بس هحاول اكسب بعد كده. ده اليوجي نجمه وفضل معاه نجمه تانية وهيحاول مره تانية، وبقوا اصدقاء كلهم وعاشوا في سعاده، والحلقه خلصت على كده. اما بالنسبه بقى للمانجا لو رحنا لها هنلاقي ان هي دول رقم 12، سكورج اوف ذا سي او مصيبه البحر. كل الكلام هو بالظبط. ميكو راح لهم، كانوا رايحين ياكلوا، طلع لهم طب يا جماعه في اخطبوط على راسك، وقعدوا يتصالحوا، طب تعالوا كلوا معايا. كل الكلام زي ما هو، نفس الكلام بالظبط لغايه ما الدول خلصت اللي هي 12 اساسا، وبدات 13 اسمها اتاك فروم ذا ديب اللي هي نفس اسم الحلقه. انا بقلب الحاجات شويه لان هي مفيش حاجه زياده تتقال، هي لغايه دلوقتي. الكارت برضو السحر بتاع القمر، ولعب الليفايتن بتاعه، ولعب السولجر الروك، ودمر القمر جاينت سولجر اوف ستون، دمر القمر فالميه راحت رجعت مره تانية. لعب برضو كيرس اوف دراجون نفس الكلام هو، وراح كسب. بس كده وبكده نبقى خلصنا الفيديو ده والحلقه دي والمانجا دي، ونبقى خلصنا تمام. واشوفكم بقى في الفيديو الجاي. يا ريت لو عجبك تعمل لايك وسبسكرايب على الفيسبوك واليوتيوب والحاجات دي. شكرا جدا.